يا كنيسة هالهلي تحلي وتزيني جية يسوع الغالي الكنيسة تنملي. يا كنيسة هالهلي تحلي وتزيني بجية يسوع الغالي الكنيسة تنملي. يا كنيسة هالهلي تحلي وتزيني بجية يسوع الغالي الكنيسة تنملي. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي برنامج صباح العراقية. اليوم سننتقل بكم عبر المحيطات والبحار إلى الولايات الأمريكية المتحدة وإلى مدينة دالاس بالتحديد، حيث ننقل لكم أعياد الجالية العراقية المسيحية بعيد الفصح أو عيد القيامة. ابقوا معنا. هكذا تعودوا وعودوا أبنائهم في كل عام أن يحيوا طقوسهم الإيمانية بعيد القيامة معا كعراقيين. إنهم أبناء الجالية العراقية المسيحية بولاية تكساس الأمريكية. صلوا ودعوا ورددوا ترانيمهم على طريقتهم الشرقية، متمنين أن يعم الأمن والسلام على شعب وأرض بلدهم العراق. نحن نصلي من أجل العراق أنه السلطة تقدر أن تقمع الظلم، السلطة تقدر أن توقف الناس اللي ما تعمل حق، السلطة تقدر أن توقف الشر هذا الموجود. نصلي لأن السلطات هي من الله وكل سلطة هي من الله، وإذا السلطة هي تريد تعمل الخير فالله وياها، الله مو ويا الظلم والشر. فنصلي من أجل العراق، من أجل الحكومة بالعراق، من أجل كل عامل خير بالعراق أنه الله ينصره. صلي يا رب من أجل سلام في بلداننا، من أجل سلام في العراق، من أجل سلام في سوريا، من أجل سلام في كل منطقة اللي فيها حروب وذبح وقتل. نطلب من عندك أنه أنت تتدخل. فشيء كبير عيد الفصح إلنا هو قيامة المسيح، أعطانا المحبة اللي لازم كل الناس يتمتعون بها ويعرفون محبة يسوع شنو هي إلنا. ونهنئ شعبنا المسيحي والشعب العراقي كله بهذا العيد المجيد، ونتمنى أن يعم السلام على بلدنا ووطننا. احنا نطلب من الرب يسوع أن يهدينا ويهدي الجميع ويعم السلام بالعراق وكل الدول العربية اللي بيها قتال. على ما يبدو فإن العيد عيدان عند المغتربين العراقيين، فالكنيسة لم تكن بالنسبة إليهم مكانا لأداء الطقوس الدينية فحسب، بل كانت خيمة تجمعوا فيها وتبادلوا التهاني والأحاديث وكأنهم في بلدهم، أي إنهم صنعوا لأنفسهم أجواء عربية مميزة. احنا فرحانين انه نشوف يعني اهلنا وناسنا ويانا بهذا البلد، بس احنا غربة. الطقوس اللي نسويها بهذه الكنيسة ولو هي بعيدة عن طقوسنا اللي موجودة بالعراق، لأننا نتذكرها من صغار. نخلي العيد مثل ما كنا احنا صغار نحتفل بالعراق، نشتري الملابس للأولاد، نسوي الكليتشة، نسوي قعدات بالبيت، وأهم شيء نفرح بقيامة الرب يسوع. وهذا الشيء لأن الرب إجا لينطي سلام وأمل للجميع، فهذه هي صلاتنا. إذن هي صلوات ودعوات رفع بها اسم العراق عاليا، وتمنى الحاضرون هنا بهذا العيد بأن يعم الأمن والسلام على عراقنا الحبيب. من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، نشوان هاشم لبرنامج صباح العراقية.